تخيل كده عزيزي المشاهد ان انت بتتضرب من كل الناس وبيتم اهانتك من الكبير والصغير في العيله، ولكنهم ما يعرفوش قوتك الحقيقيه. ده غير ان انت بتتطور كل يوم اكتر واكتر عن التاني وبتثبت لهم بعد كده ان انت اقوى بكتير. ده غير ان انت كمان بتتعلم فنون قتاليه رهيبه جدا. اضطر في الوقت ده ان انت تسيب المملكه بتاعتك علشان تشوف باقي العالم وتتعلم بقيه فنون القتال. هي دي القصه اللي هنحكيها النهارده. طب جهز بقى مسلاتك اللذيذه واي حاجه تاكلها او تشربها علشان ما نتأخرش اكتر من كده، ويلا بينا نبدأ الحكاية. القصة بتبدأ لما سامح بطلنا بيتعرض لضرب مبرح من ابن عمه واللي هنسميه محسن، وده اللي أقوى منه بكتير. ومحسن فضل يضربه لحد ما وقع على الأرض وكان مصاب بشدة، وبعدها قال له بسخرية شكلك خلاص قربت تروح تقابل اللي خلقك. وبعدها استخدم تقنية قتالية كانت قوية جدا، وسامح فقد الوعي في وقتها. ومحسن بدأ يضحك بجنون وهو بيقول وأخيرا تخلصت من الزبالة دي، ودلوقتي أنا محسن واللي هبقى السيد الصغير للعيلة والقائد القادم. ومحسن بدأ يضحك بجنون. وبنروح نشوف واحد بيحكي عن قصته وبيقول انا اسمي سامح وكنت طالب جامعي، ولكن فجأة كنت بعدي الشارع واتصدمت بعربية وموت. وبعد شوية بيفتح عينه بيلاقي نفسه على سريره وبيبص حواليه وهو مستغرب، هو ايه ده؟ هو انا مش في بيتي؟ هو انا فين؟ فجأة بيفتكر الحادثة اللي حصلت له، يعني انا مت؟ طب ازاي انا هنا؟ وبعد لحظات بيفهم اللي حصل وبيقول ممكن يكون حصل لي اعادة تجسيد في الجسم ده. ويبدأ يراجع ذكريات سامح القديم وبيكتشف الولد ده ان هو كان ضعيف جدا وكل اللي حواليه كانوا شايفينه شخص تافه لا قيمة له حرفيا. لكنه بيضحك في الوقت ده بخبثه وبيقول دلوقتي روحي هي اللي جوه جسمي. وفي اللحظة دي بيبدأ سامح يركز طاقته الداخلية وبيحس قوة غريبة بتتحرك جواه، وبيقول علشان ابقى قوي جدا في العالم ده لازم ارفع مستوى تدريبي في الفنون القتالية وازيد قوة الروحية القتالية علشان اقدر اوصل لمستويات اعلى. لان في العالم ده مش بس المهارات القتالية والروح القتالية هم المهمين، ولكن الإرادة والعزيمة هم اللي بيفرقوا بين الضعيف وبين القوي. وبيقف فجأة وبيحس بحاجة غريبة جدا بتخرج من جسمه. فجأة بيشوف روح القتالية بتظهر قدامه، بيتصدم وبيقول ايه ده روح القتالية بتخرج من جسمي؟ لا دي مش اكيد هي اللي بتخرج، دي اكيد بتندمج مع جسمي. وبيحس ان روحه بتندمج مع الجسم الجديد وان الطاقة الروحية اللي كانت فيه بدأت تعترف بيه كصاحبها الجديد. وفي اللحظة دي طاقته الروحية بدأت تتحرر من جسمه وظهرت كروح قتالية من نوع الظلام. فجأة جسمه كله اتغطى بهالة سودة مخيفة. سامح بص قدامه وشاف الروح القتالية القديمة اللي كانت عند سامح السابق، وكانت عبارة عن ثعبان صغير. سامح قال لنفسه ايه ده مجرد تعبان صغير مع انه من نوع الوحوش ولكنه ضعيف جدا، وعلشان كده كانت الناس بتعامله كانه زبالة. وبعدها حس بالطاقة الغريبة اللي وراه، ولما بص شاف ان في روح قتالية جديدة لونها اسود بالكامل. حس انها خطيرة جدا وانها مختلفة تماما عن اي حاجة تانية. قال واضح ان دي قوتي الجديدة من النهاردة، هسميها قوة الظلام القتالية. وبعدها لبس هدومه بسرعة وقال بحماس يعني من النهاردة عندي روحيين قتاليين، دي شكلها تلعب يا عمنا. بعد ما خلص لبس خرج من الأوضة وفجأة لقى قدامه ساحة التدريب. بص وشاف قدامه أعمدة حجرية ضخمة، فقال توقيت ممتاز، أنا كنت عايز أجرب قوتي الجديدة، خليني أشوف قوة الظلام القتالية دي هتعمل إيه. ورفع كفه لقدامه وبدأ يطلق طاقة روحية ضخمة، وفجأة الطاقة دي ضربت كل الأعمدة الحجرية اللي قدامه، وكل الأعمدة الحجرية اللي قدام سامح اتدمرت بالكامل، والمكان كله كان مليان بالغبار والتدمير. سامح كان فرحان جدا وابتسم وهو بيقول مش بطال خالص، ده طلع ممتع جدا زي ما توقعت، قوتي زادت بجد، دلوقتي وصلت للمستوى السابع، يعني مفيش حد من النهارده يقدر يقول عليا زبالة من تاني. سامح كان واقف في مكانه، فجأة والده الحاج ابو سامح ظهر من وراه وقال له يا ابني انت بتعمل ايه هنا؟ جسمك لسه ما اتعالجش بالكامل، المفروض تكون في اوضتك ومرتاح دلوقتي. سامح قال له بابا انا جسمي دلوقتي بقى تمام، انا مش محتاج ارتاح في السرير اكتر من كده تاني. الحاج بص له باستغراب كده وقال له ده شيء مفرح جدا، جروحك كانت عميقة جدا ولكن من الواضح انها التأمت بسرعة غير طبيعية. سامح بص لوالده كده بثقة وقال له بابا مفيش داعي تقلق عليا اكتر من كده، انا كويس جدا واي حد عمل فيا كده هعرف اتعامل معاه بنفسي. ابنك كبر وبقى راجل دلوقتي يا حاج، ابنك يا بابا كبر دلوقتي وبقى واحد يعتمد على نفسه يعني. فجأة عينه وقعت على الأعمدة الحجرية المكسرة، فسأل سامح ايه اللي حاصل لكل الأعمدة دي. سامح بص للأعمدة المدمرة ورجع يبص لوالده وقال له بابا مفيش داعي للقلق حتى على الموضوع ده، كنت حاسس ان طاقتي الروحية زادت فقررت
اجي هنا واجرب قوتي واتمرن، واللي في الاخر حصل كده والاعمده كلها وقعت واتكسرت. والده فضل واقف بيفكر، هو مش مستوعب ازاي ابنه قدر يعمل كل الدمار ده لوحده. ده اكيد مش حاجه سهله خالص يعني. انا متاكد ان الانفجار اللي حصل هنا كان فيه طاقه لا تقل عن 7000 باوند من القوه، وده معناه ان ابني وصل للمستوى السابع. بس ازاي فجاه كده حصل؟ وقبل ما يرجع متعور كان بقاله مده طويله محبوس في المستوى الخامس، وعلشان كده كل الناس كانوا شايفينه مجرد زباله. الحاج ابو سامح بص لابنه باحجاب كده وقال لنفسه واضح ان قوه اخيرا استيقظت. انت هتجوزه يا حاج ولا ايه دلوقتي؟ اللي في الوقت ده فرح وقال لسامح بكره في اجتماع العيله لازم تيجي معايا، هنوريهم احنا قد ايه اقوياء، خصوصا ان اعمامك اكيد ناويين يحاولوا يخلعوني من المنصب بتاع قائد العيله. سامح رد بثقه وقال بابا اكيد هاجي معاك، وهناك هخليهم يعرفوا الحقيقه، لا انت هتخسر منصبك ولا ابنك مجرد زباله زي ما كانوا فاكرين. الحاج ابتسم وقال تمام، يبقى بكره هنروح مع بعض لاجتماع العيله. وبعد ما قال كده مشي وخرج من المكان. بص سامح لنفسه لسه مش مصدق اللي بيحصل، ازاي رجعت للحياه من جديد؟ في الليل سامح كان واقف على سطح بيته وبص للسما وقال انا كنت دايما بحلم ان اعيش في عالم الفنون القتاليه، واخيرا حلم اتحقق. دلوقتي عندي فرصه تانية ان اعيش حياتي واستغلها علشان ابقى اقوى مقاتل. كل اللي اذوا سامح القديم اكيد هياخدوا جزائهم، وهخليهم يدفعوا الثمن غالي جدا. حياتي الجديده هتكون مليانه مغامرات وقوه، ومن هنا تبدا رحلتي الغير عاديه. بعدها راح سامح مع والده لاجتماع العيله. كل افراد العيله كانوا هناك، وكلهم كانوا عارفين كويس ان سامح اتضرب ضرب شديد جدا على ايد ولاد عمه. والناس بداوا يتكلموا في الاجتماع، وسمع سامح في الوقت ده بعضهم بيقولوا على ابوه ان هو ما فيش عنده اي كرامه. جاب ابنه هنا اللي كان بيترمي في الشارع لحد هنا، ازاي عنده وش اساسا يجي الاجتماع ده؟ كل ده حصل بس من ايام. ولاد عمه جابوا ابنه سامح وهو مرمي زي الجثه، وكان في توتر كبير في الاجتماع، خصوصا ان اكبر الشيوخ العيله كانوا موجودين، وكل عارف ان النهارده هيتقرر مين هيكون قائد العيله الجديد. سامح كان ماشي ورا والده وفجاه شاف ابن عمه واللي هنسميه مازن، وكان واقف مستنيه وكان باصص له بنظره كلها احتقار. مازن ضحك بسخريه كده وقال ازاي عندك وش تيجي وتقف قدام الشيوخ بعد ما جبت العار لعيلتنا؟ سامح بص لمازن بعينه وقال له هتشوف بعينك انا زباله ولا ايه بالظبط؟ والد سامح حط ايده على كتف ابنه وقال له يا ابني ما فيش داعي ان انت تدخل في جدال معاه دلوقتي، امشي معايا يلا، وانا في الاجتماع ده اخليهم كلهم يسكتوا. سامح بص لوالده وقال له تمام، وبعدها مشي وراه وهو هادي تماما. ولما كل الناس قعدت في الاجتماع، العم الثالث ابو خالد اللي هو عم سامح الكبير وقف وقال بصوت عالي لكل شيوخ العيله الكرام انا عندي حاجه مهمه لازم انا اقولها لكم. من كام يوم ولاد الحاج ابو محسن جم هنا وكانوا شايلين سامح، وهو كان في حاله يرسل لها يعني ومتدمر، وكنا كلنا بنشفع عليه. ضربوه لدرجه ان هو وقع في غيبوبه. هل انتوا عارفين اللي حصل ده اكيد هيكون عار علينا كلنا، عار على اسم عيلتنا كمان، دي اهانه كبيره لينا كلنا. وبص حوالين الحاضرين وقال بحده وعلشان كده انا قدامكم بطلب رسمي سامح لازم يطرد من العيله، لازم نتبرأ منه. الشخص ده ملوش مكان وسطنا وهو لا يستحق ان هو يكون واحد من عيلتنا. بمجرد ما خلص كلامه وقال سامح وقف بغضب وقال له كفايه كده، انا مش هسمح لك تقول الكلام ده، وانت عارف كويس ان انا زعيم العيله وانا الوحيد اللي ليه الحق يقرر مين هيبقى في العيله ومين لا. القرار ده مش بتاعك ومش هسمح لك تاخده بدلا عني. وفي اللحظه دي العم الاكبر وكان قاعد جنبيهم بص للواد سامح وقال بهدوء احنا كلنا عارفين انك زعيم العيله، بس ده مش معناه ان انت تتكلم مع الاخ الثالث بالطريقه دي، هو برضه قائد في العشيره وهو هنا بيمثل جزء من العيله. ابنك تسبب في خساره كبيره للعيله وسمعتنا خلاص بقت على المحك. والد سامح قال لهم كل ده علشان انتوا عايزين تاخدوا مكاني، عارف انكم مخططين للموضوع ده من زمان، فاكرين اني مش واخد بالي ولا ايه؟ كل ده علشان تاخدوا منصب زعيم العيله مني. وفجاه وقف والد سامح بسرعه قال ماشي خلينا نحسمها بشكل عادل، انا وانت هنتقاتل واللي هيكسب هو اللي هيكون زعيم العيله الجديد، والخسران هيخرج من العيله للابد، ولو انا اللي كسبت محدش يفتح بقه بكلمه واحده بعد كده. اخوه الكبير الحاج ابو التامر ابتسم بخبث كده وقال له ليه لا؟ فاكر اني خاف منك يعني؟ تعالى يلا نخلصها هنا ودلوقتي كمان. الشيوخ الكبار في العيله وقفوا وكان في همس بينهم. واحد من الشيوخ بص للشيخ الاكبر وقال ايه رايك؟ لين هيبقى شايف نفسه قوي لدرجه ان هو بيتحدى اخوه الكبير. الشيخ الاكبر رد بهدوء مش شايف ان احنا لازم نمنعهم يعني؟ اللي هيفوز هو اللي هيستحق يكون الزعيم العيله الجديد، ودي هتكون كفايه كعقاب لابو سامح لو خسر. الناس كلها سكتت وكلهم كانوا مستعدين يتفرجوا على القتال المنتظر. فجاه ابو سامح اطلق طاقه روحيه جليديه، وده لانه عنده طاقه روحيه من نوع الطبيعه وقدر يحرك قوه الجليد الخاصه بيه. ومجرد ما اطلقها بلمسه واحده بس جمد اخوه الكبير بالكامل جوه كريستاله جليديه ضخمه. العم التالت كان واقف مصدوم وقال ازاي ده ممكن يحصل؟ قوه الجليد بتاعته بقت اقوى بكتير عن زمان.
زمان. الناس كلها بدأت تهمس وتتبادل الكلام، وقالوا زعيم العيلة قدر يهزم اخوه الكبير بضربة واحدة بس، ده معناه ان هو قوي جدا. واحد من الشيوخ قال بعد ما شاف القوة دي واضح ان لينهاي وصلت تقنية التجميد بتاعته للمستوى الثامن، وده بقى قوي جدا فعلا. وبعدها ابو سامح بص للشيخ الاكبر وقال له ايوه الشيوخ، اتمنى ان انتوا تكملوا الاجتماع. الشيخ الاكبر بص له قال يا ابو سامح مفيش داعي ان انت تبقى متوتر كده، الاجتماع انت خلاص كل افراد العيله شافوا بنفسهم ان انت ما زلت قوي زي زمان. لا مش زي زمان ايه، ده بقى انت اقوى كمان. قوتك النهارده مش بس حسمت المعركه، لا لكنها كمان الهمت باقي الافراد العيله ان هم يشتغلوا على نفسهم ويطوروا مهاراتهم اكتر واكتر. والاجتماع بالنسبه لي خلاص انتهى والجميع يقدروا يمشوا. ابو سامح قال تمام انا همشي اول واحد. واول ما بدا ينزل سلام عشان يخرج الاخ التالت كان واقف بيبص له وقال له خليني اشوف هتفضل تحمي الزباله الصغير ده لحد امتى؟ مش دايما هتكون موجود علشان تحميه. وفي اللحظه دي مازن ابن عمه قال ان انت ابنك مجرد زباله، وجوده بصمه عار على اسم عيلتنا. ابو سامح لف ناحيه اخوه الاصغر وقال له بحده الافضل ان انت تعلم ابنك ازاي يقفل بقه، لو فضل يرغي بالكلام الفارغ ده اما في يوم من الايام هيلاقي نفسه ميت على ايدي او على ايد ابني. خليه يتعلم شويه ادب قبل ما يكون متاخر. سامح خط خطوه اللي قدامه بص لمازن وقال كل يوم بتقول نفس الكلام اني زباله واني لطخت اسم العيله، بجد انت مقتنع بكده؟ لو انا هنا قدام الكل قدرت ان انا اهزمك ساعتها اقول لي مين فينا الزباله الحقيقي؟ مازن انفجر من كتر الضحك وقال ان انت بتاخد على دماغك كتير ولا ايه؟ انت اتخبطت جامد؟ انت فاكر ان انت قدرت تتقارن بيا؟ سامح وقف قدامه كده وقال له كفايه كلام فاضي، لو عندك الجراءه تعالى نتقاتل وساعتها هنشوف مين الاقوى ومين الزباله. مازن رد عليه بثقه وقال انا مش خايف منك يلا بينا. والد مازن بص له وقال له يا ابني علمه الدرس عمر ما ينساه، وري كل اللي هنا قد ايه انت اقوى منه بكتير. مازن ابتسم وقال طيب يا سامح خلينا نراهن على حاجه، اضربك بس ب3 ضربات ولو قدرت ان انت تصدهم انا هعترف بالهزيمه. سامح قال له تمام بس في المقابل انا هديك فرصه واحده بس، لو قدرت تصد لكمه واحده مني انا اللي هخسر. الحضور اتصدموا وبداوا يتساهموا بينهم. هو سامح اتجنن ولا ايه؟ شكله اتضرب على دماغه جامد بجد، ازاي فكر ان هو ممكن يهزم مازن بلكمه واحده؟ مازن وشه احمر من الغضب وقال ازاي ان انت تجرؤ ان انت تهني قدام الناس دي كلها؟ انت عارف ان انت مستحيل تهزمني بلكمه واحده. شد بايده بغضب وكمل انت هنتني قدام الكل علشان كده انا مش هسيبك النهارده، هقتلك هنا حالا. وفي اللحظه دي سامح حرر قوه الروح المظلمه بتاعته وقال ماشي يلا نبدا القتال. الاتنين اطلقوا طاقتهم القتاليه في نفس اللحظه، وفي ثانيه الطاقه السوداء بتاعت سامح اتصدمت بصدر مازن ورميته لورا ووقع على الارض وهو بيصرخ من الالم. الدم كان نازل من بقه وجسمه كله مليان اصابات، وكل الناس اللي بتتفرج كانت في حاله صدمه. بدا يهمسوا لبعض سامح هزم مازن بلكمه واحده بس، ده كان اقوى منه بمرحلتين، ازاي ده ممكن يحصل؟ هو ده فعلا نفس سامح اللي كنا بنقول ان هو جاب العار لاسم العيله؟ مازن هو بيتوجع على الارض قال بصوت ضعيف ازاي انت كنت لسه في المستوى الخامس؟ سامح بص له من فوق وقال يا مازن انت طول عمرك بتقول اني واشمة عار واني ماليش اي لازمه، بس انت حتى مش قادر تتحمل لكمه واحده مني، واقع على الارض مش قادر تتحرك. ابتسم بسخريه وقال يعني ده معناه ان انت الزباله الحقيقيه صح؟ يعني ما بقتش انا. وبعدها بص ناحيه عمه وقال يا عم طول عمرك بتقول زي ابنك اني مجرد زباله، لكن انت كشخص كبير في السن ما كانش لازم تتكلم عني بالشكل ده. دلوقتي بقى لما ابنك واقع على الارض مكاني هتقول له برضه انه زباله ولا هتسكت؟ انه حاليا حالته اسوأ مني بكتير. مازن وهو واقع على الارض ومتوجع قال له ماشي انا معترف ان انت اقوى مني وانك بطريقه ما قدرت تهزمني، بس مفيش داعي تتفاخر، العالم كله قايم على الفنون القتاليه، دايما في حد اقوى. سامح رد عليه ببرود وقال له مين اللي قالك اني بتفاخر؟ انا عارف كويس ان في ناس اقوى مني، بس انا مش واقف هنا علشان استعرض، كل اللي عملته اني رجعت لك الجميل مش اكتر. طول عمرك بتقول عليا زباله، فدلوقتي لما هزمتك اثبت ان اللي فعلا زباله هو انت مش انا، ومن النهارده اي حد هيقلل مني هيشوف نفس المصير. سامح بص لوالده وقال يلا بينا نرجع البيت. الحاج ابو سامح كان فخور جدا وهو بيقول تمام يا ابني يلا نرجع البيت، واضح ان ابني بجد كبر وبقى راجل. انا بقول لك يا حاج انت عايز يعني تتجوزه ولا ايه؟ مش بس قوته زادت لا وكمان عقله بقى انضج بكتير، بس لسه في حاجه ناقصه. بمجرد روح القتاليه التعبان الروح يستيقظ بالكامل، ساعتها هيعرف ان هو حصل على هديه عظيمه جدا. الروح القتاليه دي من نوع الطبيعه اللي ورثها من امه. الحاج ابو سامح وابنه بدا ان هم يتمشوا سوا، وكل الناس كانت لسه واقفه في صدمه من اللي حصل. بعد ما رجعوا من اجتماع العيله سامح بص لوالده وقال بابا انا عايز ارجع للقطاع بتاعي وده علشان اكمل تدريبي هناك واقوي واطور من نفسي اكتر. الحاج رد عليه وقال له ليه عايز ترجع للطائفه؟ لو رجعت هناك هتبقى لوحدك تاني، ليه ما تفضلش هنا وتتدرب قدامي؟ سامح قال له بابا في حاجات ما ينفعش نتجنبها، لو فضلت هنا واتدربت في البيت الناس مش هتبطل كلام وهيفضلوا يقولوا ان انا مستخبي في حمايه ابويا ولسه هيشوفوني ضعيف. انا عايز اخرج واشوف العالم واثبت نفسي وابقى اقوى هناك. فابوه بيقول له يا ابني لو دي رغبتك الحقيقيه يبقى خلاص روح انا مش همنعك. سامح بيقول لي بابا ما تقلقش عليا، انا لما ارجع هكون اقوى بكتير وهوري الكل ان عيلتنا اتخلقت علشان تكون في القمه.
الحاج بص له بكل ثقه وكده وقال له انا عندي ثقه فيك، عارف ان انت في يوم من الايام هتبقى مقاتل قوي جدا، بس خلي بالك انت عارف ان ولاد عمك هناك ما تتوقعش ان هم هيكونوا لطفاء يعني معاك. سامح قال بكل ثقه ما تقلقش يا بابا عليا المره دي هكون مستعد لاي حاجه. وبعدها ركب حصانه وقال له خلاص يا بابا وداعا. في اللحظه دي بدات رحله سامح وهو راكب على حصانه ومستعد لمواجهه العالم. سامح فضل راكب حصانه وماشي في طريقه لحد ما وصل لطائفه بعد 10 ايام من السفر. اول ما قرب من البوابه لقى 2 حراس واقفين، وبمجرد ما شافوه وقفوا ومنعوه. واحد من الحراس بص له باحتقار وقال له ازاي انت عندك وش ترجع هنا تاني يا سامح؟ المره اللي فاتت كنا شايلينك وانت نص عايش ورجعناك لعيلتك وانت في حالك كان يسرى لها اصلا، كل بجاحه رجعت تاني بسببك سمعه القطاع بتاعتنا اتلطخت. سامح رد بثبات وقال طالما قائد القطاع لسه ما طردنيش رسميا يبقى انتوا مالكوش اي حق ان انتوا تمنعوني من الدخول، انا لسه طالب في المكان ده، وبعدين من شويه بس شفت واحد داخل وما وقفتهوش، ليه بتوقفوني انا؟ الحارس ضحك بسخريه وقال انت عارف مين اللي دخل من شويه؟ ده واحد من تلاميذ القطاع الداخلي، انت حتى ما تقدرش تتقارن بيه، انت حرفيا بين السماء والارض زيه، ما تحاولش تساوي نفسك بيه، يلا اختفي من هنا بسرعه. سامح فضل واقف وبعدها فكر مع نفسه بيقول يبدو ان القانون هنا برضه بسيط جدا، القوي دايما بيتسلط على الضعيف، الظاهر اني كنت ضعيف بزياده وعلشان كده بيتعاملوا معايا كده. فجاه اطلق طاقه الروحيه المسلمه بتاعته ومد ايده للامام هو بيستخدمها وضرب الاثنين، والضربه من قوتها وقعتهم لبعيد على الارض. الحراس كانوا مصدومين تماما مش مصدقين القوه اللي هو استخدمها عليهم، ما كانوش قادرين يقوموا من مكانهم. سامح قرب منهم وقال ببرود احمدوا ربنا ان انا مش في مزاج ان اخلص عليكم النهارده، بس المره الجايه لو عملتوا نفس الحركه معايا مش هرحمكم، ساعتها مش هسيب لكم ولا ايد ولا رجل سليمه. وبعدها دخل من بوابه القطاع، وبعد ما بطلنا بيدخل المكان بيكلم الراجل اللي موجود هناك واللي بيكون اسمه شيان، وبيقول له انا جيت هنا علشان اجيب شويه كتب لفنون القتال، لكن من نظره واحده بيعرف الراجل ده الطبقه بتاعته من المستوى السابع، وبيقول له ان المفروض اللي يجي هنا يجي من الطبق الاول بس، لكن بيقول له شوف انت رايح هتجيب ايه وتعالى لي بسرعه. بطلنا بيستغرب جدا ازاي ان هو تمكن من الاختراق في خلال المستوى التدريبي، وازاي قدر يعرف كل حاجه بمجرد نظره واحده بس، وبيكون بيقول ان هو لسه فاكر لحد دلوقتي السر الغامض للوصول للراهب تسانج، وبيقول ان المفروض يعرف السر في اسرع وقت ممكن ولازم يتعلم المهارات لان دي مش جايه بالموهبه عنده بس. واللي في الوقت ده بيدخل قسم شيان وبيبدا في الوقت ده ان هو يدور على الكتب اللي موجوده، بيقول في الاساس مستوى تدريبي فنون القتال المفروض يكون متوافق مع صفات روح قتال الشخص، علشان كده لازم يدور على التقنيه المناسبه ليه علشان التعلم ده هيفيده بقدره 25%، ده غير ان هو دلوقتي مالك لفنون الظلام المغيره. بعد كده بيشوف في الوقت ده كتاب اسمه تقنيه سحب السيف، ولسه انا ما خدتش بالي من ده، واللي في الوقت ده بيبدا ان هو يقرا في الكتاب ده وبيقول ان سحب السيف ده مختلف عن باقي الاساليب، ومعظم مستخدمي السيف ده ما بيفضلوش سحبه سوى في اللحظات المناسبه، وده بسبب فقدانه للتاثير عنه، لان في اللحظه اللي هيسحب فيها السيف هيبقى فيه قوه خارقه، ولو اتقنها صح ساعتها كل حاجه بتنتهي في نفس اللحظه، وقادر ان هو يعمل بركه من الدماء، وده اللي انا عايزه. يبقى اخيرا دي المهاره اللي انا هختارها. وبيقول ان سحب السيف ده بيتطلب سرعه عاليه جدا ولازم يكون في اختيار وضعيه الجسم مستقيمه، ولكن في الوقت ده بيبدا يقرا كتاب تاني واللي هو الضوء المتحرك، وده اللي بيخلي الجسم يكون سريع وخفيف في الحركه، وان العدو مش هيشوف غير مجرد اثر مش اكتر. بيقول ان هو مش قادر ينتظر ان هو يتعلم كل ده في اسرع وقت ممكن. واللي في الوقت ده بيخرج والراجل بيقول له ان انت اول شخص يقترض الكتاب ده، وبيقول له ان انت تتدرب على سحب السيف ده اسلوب قوي جدا، لكن الفشل مره واحده بس ده بيؤدي ان انت تفقد الحياه بكل بساطه. انت مش عايز تفكر في الموضوع ده مره تانية ولا لا؟ لكن بطلنا بيكون لسه مصمم على رايه، والراجل بيكون بيفكر في نفسه ان هو اختار المهارتين دول اكيد بيخطط عشان حاجه معينه، وبيقول له انا شايفك ان انت متحمس جدا فعلشان كده انا هديك حزام السيف ده لان انا بقتش استخدمه دلوقتي فهو دلوقتي ليك انت. واللي بطلنا بيشكره في الوقت ده، لكن العجوز بيقول له ما تشكرنيش ولا حاجه، دي مجرد حاجه عاديه. بيقول ان عدى وقت طويل جدا ما شفتش حد زيك بالاهتمام ده، وبيبدا في الوقت ده بطلنا ان هو يقول له ان انا هستعمل السيف ده بعنايه، واللي في الوقت ده بيسيبه وبيمشي. بعد 7 ايام بنشوف بطلنا في جبل وبيكون باين عليه التعب من كتر التدريب اللي قاعد بيتدربه خلال الوقت ده. بيقول ان انا لازم اروح في مكان دلوقتي علشان اريح جسمي. اللي في الوقت ده بيتحرك بطلنا لكن بيحس بحاجه غريبه جدا وبيعرف ان ده معبر الوادي. بيقول ان هو عنده احساس ان هو لازم يتفقده، ولما بيخش هناك بيلاقي هناك مكان ميه سخنه، وده الينبوع ده بيبقى مشهور جدا وبالذات في طائفه يوان. بطلنا في الوقت ده بيستريح فيه وبيقعد يفكر في الوقت ده، وبيقول ان هو قعد وقت طويل جدا يتدرب ان هو دلوقتي قدر ان هو يفهم قوه قدره التحول بتاعتها. بيقول ان هو كمان لو قدر ان هو يدمجهم مع بعض يقدر في الوقت ده ان هو يستهلك الكثير من الطاقه، وان هو مش هيستخدمهم باستمرار في قتال حقيقي، ولازم ان هو يشوف حل للموضوع ده. اللي في الوقت ده بيكون في بنت هناك في الينبوع ده، لكن بطلنا بيخرج من
من كتر الاحراج، لكن هي ما بتسيبوش وبتبدا ان هي تهاجمه، وبطلنا بيتفاجئ من قوه السهم ده اللي بيكون وزنه كبير جدا اكتر من 7000 رطل، وان هو لو ما كانش اتفاداه كان هيموت. بطلنا في الوقت ده بيقول ان ده مجرد سوء فهم، انت ليه قاسيه للدرجه دي؟ مش فاهم يعني. اللي بتقوله ان الندل زيك المفروض ما يكونش في المكان ده، وبتبدا ان هي تهجم عليه مره تانية، ولكن بطلنا بيقدر في الوقت ده ان هو يصد الضربه بتاعتها. بيقول ان مع كل القوه دي ما قدرش بس غير ان هو يغير مسار السهم، وده بيعني ان كده قوتها جامده جدا. هي مش القوه بس والله يا ابني. واللي بطلنا بيبدا ان هو يفتكر القوه بتاعتها، والقوه بتاعتها بتعتمد على ان هي تقدر ان هي تتبع التنفس بتاعه. واللي بطلنا عرف في الوقت ده ان هو يستخدم المهاره بتاعته عليها، وقدر ان هو يصد الهجمه بتاعتها بكل سهوله. واللي بيعرفها بطلنا بنفسه بيقول لها انا سامح واشوفك انا مره تانية لكن مش دلوقتي. وبيبدا في الوقت ده ان هو يهرب، ولكن هي بتجري وراه ومش بتلاقيه، ولكن بتستغرب ازاي قدر ان هو يصد الضربه دي بالسيف بتاعه، وخصوصا ان السهم بتاعها سهم روحي مش عادي. وبتستحلف له ان هي لو شافته تاني هتعمل معاه الجلاشه. انا عايز اقول لك ان فيزيائيا انا اساسا مش هتنفع يعني. المهم يعني الناحيه التانية بنروح عند بطلنا اللي بيكون بياخد نفسه بالعافيه، بيقول حتى لو ان هي سمعتني او ما سمعتنيش كده هتعمل من وراكي شاورما. كويس ان انا هربت في الوقت المناسب. وبيقول ان العالم ده قاسي جدا، لازم أن تكون واقف على رجلك وقوي جدا علشان ما حدش يقدر ان هو يهز شعره منك. والعالم اللي انا رحت له دلوقتي هو عالم لا يحترم الا الاقوياء بس، لازم أن تكون قوي علشان تقتل زي ما انت عايز وتعمل شغب زي ما انت عايز. وبيقول في الوقت ده ان هو لازم يتعلم تقنيه سحب السيف، ولازم يتعلم حاجات اكتر منها بكتير علشان يقدر ان هو يقف كده على طوله والناس كلها تعمل له 100,000 حساب. واللي في الوقت ده بنت بتجيله بتقول ان انت تقدر تعمل كده، فبطلنا بيستغرب بيقول انت مين؟ قالت له انا جيت شفتك هنا فجاي اتكلم معاك شويه، وده بعد اذنك لو مش هيضايقك يعني، لاننا لسه محتاجين في الطاقم بتاعنا واحد معانا. فيا ترى عزيزي المشاهد مين البنت دي ومين الطاقم اللي معاها ده؟ يا ترى جايين معاه علشان يعملوا مهمه ايه بالظبط؟ ويا ترى بطلنا هيتعلم فن سحب السيف ولا لا؟ يا ترى هيتعلم حركه الضوء برضه ولا لا؟ ويا ترى البنت اللي قابلها في الينبوع دي هتجيله تاني وهيتعاركوا مع بعض ولا لا؟ ويا ترى قدرات بطلنا الجامده الاكتر من كده هتكون ايه؟ كل ده باذن الله هنعرفه ان شاء الله في الحلقات الجايه. علشان كده عزيزي المشاهد انا قلبي خايف عليك، واقول لك ما تنساش تعمل الاشتراك وتفعل زرار الجرس علشان اول ما اي حلقه تنزل جديده تخش انت اول واحد تتفرج عليها، وتعمل اللايك علشان مهم جدا بالنسبه لي علشان يوصل لبقيه الناس. ولو عجبتكم القصه دي قولوا لي تحت في الكومنتات ان انا اكملها لكم. ولحد هنا عزيزي وعزيزتي المشاهده هكون وصلت معاكم لنهايه حلقتنا، وكما عودتك وعودتك عزيزي وعزيزتي المشاهده لا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وتقدر اخوانكم في غزه ان ربنا ينصرهم ويفك كربهم ويسدد رميهم، ولو عرفت القطع قاطع، ولو عرفت تدعمهم باي شكل من الاشكال لا تقصر اخي في الله، فده واجب علينا كمسلمين. بس عزيزي وعزيزتي المشاهده ويا سطر اشوفكم الحلقات الجايه. سلام يا ابطال. عزيزي وعزيزتي المشاهده ويا سطر اشوفكم الحلقات الجايه. سلام يا ابطال. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.